يمكن دي أول مرة يكون في قذيفة في العالم يطرب لها الأذان وتشتاق لذويها الأسماع، ودي لأنها مش قنبلة نووية لا قدر الله، ولا جاية من بارود مؤذي لأي جهة أو شخص، ولكنها جاية من مدفع اتضرب بالغلط اعتمدته الحاجة فاطمة اللي عجبتها فكرة القذيفة وقررت إن هي تستمر 30 يوم في شهر رمضان. احنا هنا بنحكي تفاصيل التفاصيل عن مدفع رمضان، وتاريخ انطلاقه امتى وتوقف امتى وايه السبب وازاي رجع تاني، ومين هي الحاجة فاطمة اللي كانت سبب في استمراره لغاية دلوقتي. هنرجع مع بعض يجي كام 100 سنة عشان نقول القصص بدأت منين ونعرف كواليس الحكاية. أنا محمد فرج جاي لك من الزمن اللي كان، وانتوا دلوقتي معانا في حياة زمان. نرجع لورا شويتين ونقول القصة المستخبية الأولى. الحكاية بتقول إن المرة الأولى للمدفع اتضربت في عهد السلطان المملوكي خشقدم بالغلط، وياريت ننطق الاسم صح. إطلاق المدفع وقت غروب الشمس أول يوم من رمضان سنة 1467، وساعتها الكل خرج عشان يشكر الحاكم، ولما حس السلطان إن الموضوع عجب الناس قال يلا بينا نكرر التجربة مرة تانية، وفضلت عادة طول الشهر المبارك بتتكرر كل سنة والناس بتستناها. القصة الأشهر قالت إيه؟ بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل كانوا بينظفوا مدفع، فجت قذيفة بالغلط برضه في السماء. الناس استغربت جدا وقالوا إيه اللي حصل، بس الاستغراب ده ما دامش كتير، لأن الاستنتاج وقتها كان بالفطرة والطيبة، وإن الشعب المصري الطيب الجميل كان دايما بيفترض الأفضل والأحسن مش الأسوأ. الافتراض ده خلى الكل برضه يقول الله إيه الجمال ده الحاكم بيفاجئنا في رمضان وعايز يقول لنا استعدوا للفطار، لأن اللي حصل ده كان بيصادف وقت المغربية والناس كلها بتجهز الموائد استعدادا للفطار. القصة انتشرت في كل مكان والكل بقى يقول لبعضه الحق شفت اللي حصل، سمعت المدفع ولا لأ؟ في اللي كان بيقول احنا اتفاجئنا، وفي اللي كان بيشكك ويقول لأ دي أكيد عملية عسكرية حصلت، والإشاعات دي كلها عشان تغطي عليها. مين بقى الحاجة فاطمة وإيه اللي دخلها الحكاية من الأساس؟ الحاجة فاطمة دي بنت الخديوي إسماعيل، وسمعت الناس بيتكلموا عن اللي حصل. الفكرة عجبتها جدا وقالت ليه الصدفة ما تكملش معانا طول رمضان. رفعت الحكاية للخديوي واللي أعجب بفكرة استمراره ليتم استخدام المدفع لحظة الإفطار والإمساك والأعياد الرسمية. كمان في مدفع في الإسكندرية والأقصر ومصر الجديدة والعباسية وعدد كبير من المحافظات. في سنة 1853 تم إطلاق المدفع من أول مرة من فوق أسوار قلعة صلاح الدين، وبسبب الحاجة فاطمة أمر الخديوي بوضعه فوق جبل المقطم حتى يسمعه أكبر عدد من سكان القاهرة. كان بيتم عرضه بساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي قبل ما يرجع تاني للعمل. المدفع اتنقل من القلعة لنقطة مطافي الدراسة القريبة من الأزهر، ومنه لمنطقة الحلبي القريبة من مدينة البعوث الإسلامية التابعة برضه لجامعة الأزهر. وباختصار القصة الثالثة ما بتختلفش كتير عن قصص الصدفة، لكن المؤرخين قالوا إنها كانت أثناء بناء محمد علي للجيش، وحصل نفس الموقف اللي فات بانطلاق الذخيرة بالغلط. طب قول لنا يا بتاع زمان، المدفع ليه توقف عن العمل وإمتى رجع تاني؟ المدفع اتوقف عن العمل سنة 1987 بسبب تحذير هيئة الآثار في الوقت ده من إن صوته هيأثر على القلعة والأسوار التاريخية وممكن يهدها في أي لحظة. أما بقى عن رجوعه فرجع تاني للعمل من جديد من سنتين بالظبط، وتحديدا في إبريل 2021 بعد ما تم تلميعه مرة تانية عشان ينفع يشتغل، لأنه كان مجهد شويتين بسبب عوامل التعرية من شمس ومطر وتراب وغيره، وده خلاه يصدي. وخد دي عندك، المدفع اشترك في ال3 حروب قدام تركيا ضد روسيا في شبه جزيرة القرم، وحرب المقاومة الفرنسية لثورة المكسيك، وكذلك محاولات غزو بلاد الحبشة. الفكرة وقفت عند مصر ولا الدول العربية كان ليها نصيب؟ بص يا سعادة البيه ويا ست هانم، الفكرة انتشرت في الشام ودمشق ومدن تانية كتير، وكمان في بغداد آخر القرن ال19، ومنها للكويت والخليج واليمن والسودان، وده كان سنة 1907. بعد كده بقت عادة في غرب أفريقيا واللي بدأتها تشاد والنيجر، وبعد كده مالي ودول شرق آسيا وأولها أندونيسيا. احنا كده خلصنا ملمح بسيط من العادات الرمضانية في الزمن القديم. قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي.
فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. نشوفكم على خير.